بدل ما نرميها تعالوا نحولها قطعة ديكور شكلها حلو قوي وبحاجات بسيطة خالص. هنشيل الأجزاء دي كده بالمقص، وأي فرع أخضر بقى من الورد الصناعي اللي عندك خدي فرع صغير كده ودخليه جواها بالشكل ده. وحطيت كمان خرز جواها بالطريقة دي كده. اخترت اللون البينك عشان حلو قوي مع اللون الأخضر. بصوا شكله جوه الإزاز رائع. وبخيط الخيش هلفه على ايدي بالشكل ده وهربطه من النص، وهشيل الزيادة بالمقص، وبكده عملت فيونكة حلوة قوي. هثبتها عند فوهة الازازة من فوق بالشكل ده. بصوا بقى الالوان مع بعضها، لون الخيش البيج مع لون الاخضر مع البينك، وهو جوه الازاز لوحده شكله تحفة. تحت عند قاعدة الازازة هلف حوالي سنتي بس كده من خيط الخيش، طبعا مثبتاه بالشمع البداية والنهاية، وهقفل الفوهة بتاعة الازازة بالشمع، وهثبت كمان جواها قبل ما الشمع ينشف هثبت فرع اخضر صغير، كأن الفرع داخل من جوه كده وخارج من الازازة. شكلها بجد خطير، حلوة جدا. حطيها في اي مكان استغليناها بدل ما نرميها. بصوا الشكل عامل ازاي. انا عاملة اكتر من واحدة وحاطة منها 2 في المطبخ، شكلها تحفة.